رسالة للأستاذ خالد الغندور، عضو لجنة الهزازين بقناة الزمالك. طبعا المثل بيقول لك مش عيب تعيش راجل، فطبعا هو بالنسبة له عيب يعيش راجل. خالد الغندور من سنتين طلع قال لك أنا مستحيل أشتغل في قناة نادي. قلنا مفيش مشكلة، ليه يا خالد؟ قال لك أصلك أنا راجل حقاني وراجل محايد وبحب أقول الحق وراجل في بيتي. يا والله. قلنا له خلاص، أنا صدقته. انا قلت له لا يا خالد، ده انت محترم، ده انت اصيل، ده انت باصول، ده انت ابو الكرامه وابو الشهامه وابو النخوه كلها يا خالد يا غندور. فالمهم طبعا يشاء القدر وشاف اللي حليح لحلوح بيلحلح لحلوح كاش، قال له كايش كاش اطلع في الزمالك ببلاش. طلع في قناه النادي الزمالك زي ما احنا شفنا طبعا على مر سنتين، كذب وغش وتدليس وتزوير واخبار كاذبه وبجاحه وقله ادب، وزي ما انت عايز تقول لدرجه ان مرتضى طلع قبل كده هزقه وقال له انا جايبك في القناه هز بس راسك يا خالد، هز يا خالد هز. طبعا خلاص اتعودنا على خالد الغندور وعلى قله كرامته والنخوه والكلام ده كله، كان اشعار بيقولها اشعار. تعالى بقى خالد امبارح فيديو مهين طالع بيمضي تاني قناة الزمالك بعد ما نزل بوست من كام يوم وقال لك انا خلاص سبت قناة الزمالك، وطلع عبر التلفزيون مع امير هاشم ولا امير هشام بتاع اللي كان في قناة الاهلي، وقال لك ايه بقى؟ قال لك انا خلاص، انا كنت ما بعرفش اقول الحق، ما بعرفش اخد حريتي، فدلوقتي خلاص انا راجل محايد، انا خالد الغندور بتاع زمان، صدقوني. 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 صدقناك يا خالد. وطبعا مفيش يومين ما استحملش يقعد في بيته اسبوع بكرامته. هتقول لي اصلك اكل العيش خالد الغندور معاه يفتح اصلا فرن من اسوان لاسكندريه ويفتح الاتنين على بعض ويقعد ياكل، فانت ما تقوليش اكل العيش. حتى لو معهوش اكل العيش عشان يذلك يبقى بلاها منه يا عم الحاج، الموت اهون عليا والله العظيم. فخالد الغندور ما استحملش يقعد في بيته اسبوع واحد او 4 ايام او 5 ايام بكرامته، مفيش. يعني خالد الغندور في الجيش بيقول لك سيب كرامتك على الباب. ليه؟ لان اللي دخل الجيش عارف في لحظه كده بيعيط فيها وبيصعب عليه نفسه، لان جوه بيتعامل مع الافرول، ارقد اسحف 9 استعد 6 استعد، وكل ده في الاخر بتشوف عوامله بيطلعك راجل من الجيش، وبتروح طبعا في الحروب فبتعرف ان الكلام دوت كانت تدريبات اصلا. فالجيش ليه فايده اللي احنا نسيبه كرامتنا بره، واتاري اصلا مش الكرامه، يعني انت حاجه حلوه يعني مش حاجه وحشه. تمام. خالد الغندور بقى سايب كرامته في قناه الزمالك ليه؟ ايه الفايده؟ هتقول لي فلوس؟ على كده انا اشتريك بفلوسي، انا من الخليج يا ولا، انا ابن خالتك اللي جاي من الخليج يا خالد يا غندور.